وما اكدبش عليك انا مش الجامد الفشيخ، انا لسه دقني بص عامل ازاي من كتر ما انا اصلا مش في دماغي ان انا اهتم بنفسي، اهتم بالشغل بس ما انت مش عندك امكانيه، انت محبوس في قيود الشغل او الجامعه او البتاع، وحاجه انت مش بتحبها بتعملها لمجرد اللي انت تاخد فلوس كمرتب اخر الشهر من الشغل، او ان انت تاخد درجتين عشان تملاهم في الشهاده في الاخر عشان الجي بي اي بتاعك يطلع كويس. كلهم شبه بعض، كلهم حاجه واحده، ما بتحبش تعملها ومش مؤمن بالنتيجه، فبتطلع النتيجة خرا. ايه الاخبار يا حبي؟ انا اتاخرت عليك انا عارف، بس ظروف شغل حياة. عامة ده التيست بتاع انا بشيك المايك والكاميرا وكل حاجة شغالة، هكمل عليه. هعملك سكرين ريكورد، يلا يا باشا سكرين ريكورد. مفيش حد احسن منك، بس انت برضو مش كفاية. انت عارف بالظبط انت محتاج تعمل ايه، سواء انت خس عارف ايه الاكل اللي المفروض تاكله وايه الاكل اللي المفروض ما تاكلوش، ولو مش عارف عارف هتدور فين، عارف المفروض انك تتمرن وعارف المفروض انك تعمل كذا وكذا. بس الكلام حلو والفعل دايما بيكون اصعب بكتير، انا فاهم ده، بس احنا محتاجين منك حاجة. انت لو عشان تخدم نفسك، انت لو مت من بكرة محدش هيحس بيك، فمحدش حاسس بالألم اللي انت فيه من اختيارك للذة غيرك انت، ومحدش هيدوق المر ساعة فشلك الا انت. ممكن حد يجي يطبطب عليك زي حبيبتك اهلك، بس بجد في الاخر محدش حاسس بالمعاناة والألم غيرك انت، فمفيش حد هيهتم بيك غير انت. انت ليه معتمد على النظام؟ انت ليه فاهم ان النظام ممكن يخدمك؟ النظام ما بيخدمش الا نفسه. فانت عارف ان اللذة اللي انت بتكتسبها سواء من فعل انت مش عايز تعمله بس للاسف بتحسس نفسك اللي انت مدمن عليه، زي انك تتفرج على ريلز او تسمع في بورن او صدقني ده حاجة من ثلاثة: انت بتبقى تعبان نفسيا يا عيني من اللي انت مش عارف تعمل حاجة اللي انت نفسك تعملها، وفي نفس الوقت مش عندك، يعني مش حاسس ان انت عندك القدر الكافي من الطاقة اللي انت تبذل فيه المجهود اللي هيوصلك للي انت تبدأ في الطريق اللي انت تعمل الحاجة دي. تمام. انا معلش الكلام هيبقى تقيل قوي 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 المرة دي، بس انا لازم ما كنتش افرمل في حاجه. انا لما بفرمل في حاجه ما بتكلمش على طبيعتي، لما بتكلمش على طبيعتي الكلام ما بيوصلكش زي ما انت عايز تسمعه، او زي ما الشخص اللي المفروض يسمعه هيستفاد بيه هيوصل له. فلما تلاقي نفسك في الوضع ده بتلاقي نفسك بتغوص اعمق واعمق في بحر الملذات اللي ملوش اخر ده. انا عن نفسي لما بلاقي نفسي مضغوط، يعني انا الحاجه اللي انا متاكد ان انا ما بحبهاش وبرغم ذلك بعملها عشان لازم اعملها، ان انا اخش الجامعه واجيب درجات الى حد ما مقبوله عشان اعرف زي ما تقول ناخد الورقة ونخلص، فاهم؟ بس انا بكره حياتي، ما بستحملش ثانية واحدة تعدي عليا وانا عارف ان انا في وضع الطالب ده. حياتي بتبقى خرا، وما اكدبش عليك انا مش الجامد الفشيخ، انا لسه دقني بص عامل ازاي من كتر ما انا اصلا مش في دماغي ان انا اهتم بنفسي، اهتم بالشغل بس ما انت مش عندك امكانيه، انت محبوس في قيود الشغل او الجامعه او البتاع، وحاجه انت مش بتحبها بتعملها لمجرد اللي انت تاخد فلوس كمرتب اخر الشهر من الشغل، او ان انت تاخد درجتين عشان تملاهم في الشهاده في الاخر عشان الجي بي اي بتاعك يطلع كويس. كلهم شبه بعض، كلهم حاجه واحده، ما بتحبش تعملها ومش مؤمن بالنتيجه، فبتطلع النتيجة خرا. في ناس بقى تلاقيها بتروح الشغل متأخر عشان عارفة ان القصة دي كلها، وفي ناس برضو بتلاقيها مش مهتمة ان هي بالجامعة عشان برضو نفس القصة. في ناس العكس بقى بيهتم وبيعمل كل حاجة بس بيبقى أسرع على نفسه لمنتين تلاتة والحياة بتبقى زي الخرا. وفي الوضع اللي أنا بحكي لك عليه ده انا ببقى مدمن كل حاجه ممكن تتخيلها. مره واحده سبحان الله كده الاقي نفسي شهوه البورن دي بقت قويه جدا جدا وخرجت عن طوعي، ومره واحده لقيت نفسي بدخن بشراهه كبيره جدا اكتر حتى ما كنت بادئ، او اكتر حتى ما من قبل ما ابطل. يا جدعان الموضوع مش سهل، انت بجد بنهرب من ضغط نفسي. اي عاده انت عارف ان هي وحشه وبرغم ذلك بتعملها، ده بيبقى نتاج ضغط نفسي مش اكتر. فانت لو بتشتغل بس حاجه بتحبها وحاجه مكيفاك، حاجه انت بتصحى من النوم نفسك تكمل عليها، تكمل على اللي انت عملته امبارح، اقسم بالله ما هتحس بزهق ثانيه. في تجربه مشهوره قوي اتشهرت اليومين دول برضو، ان هم جابوا فار حطوه في قفص حطوا قدامه ميه عاديه وميه فيها كوكايين، والفار ده قعد يشرب 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 من ميه الكوكايين لحد ما جاله اوفر دوس ومات. بس جم بعد كده جابوا فيران تانية وحطوا لها اكل ولعب وكل حاجه، وبرضه نفس الانبوبتين بتاعت الميه الحلوه والميه اللي فيها كوكايين. 0% ادمن على الميه اللي فيها كوكايين، 0%. انت متخيل ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو الموضوع ان انت ما بتلاقيش حاجه غير تعملها غير دي.
مفيش حاجه، اصل الفار التاني كان قاعد في قفص فاضي، مفيش حاجه قدامه غير دي طول النهار، فطبيعي جدا 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 ان هو يكون مدمن، ان هو يكون مش شايف قدامه حاجه غير دي. والخطر بعد كده ان هو نفس الفار ده ممكن لو جبته قبل ما ياخد الاوفر دوز ووديته الناحيه التانيه هيكون متعود على كده، هتلاقيه انطوائي قوي. وعشان كده هتلاقي ناس كتيره قوي قوي بتعاني من اللي هو الاضطرابات الاجتماعيه، وان انا منغلق على نفسي ومش بيعرف يندمج مع المجتمع، عشان حتى لو انحط في ظروف جبرته ان هو يطلع ويقابل الناس مش هيعرف يتعامل، وهيلاقي نفسه بيحب يرجع للرضع بتاعته القديمه. فالدماغ اتكيفت على كده، بتعوز مجهود كبير قوي عشان تطلع من النقطه دي. فانت بقى لو عندك اي ادمان، العاب، انمي، بورن، سجاير، اي حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا، صدقني اللي انا قلته ده لخص القصه دي كلها. واخر سطر كاتبه ان انت تعيش بعيد عن اهلك، ده انا كاتبه ليا انا. لو انت شبهي في اي حاجه، احنا الجيل الجديد، احنا الفكر الجديد، احنا اللي بنطور وبنحسن عن القديم اللي فيه حاجات كتير ما تنفعناش دلوقتي. تمام، انا ما اعرفش اقعد مع اهلي واكبر الكبر اللي انا عايز اكبره، مش عشان اهلي هم بقى مصدر فشل ومصدر تعاستي، لا، دي بيئه ودي بيئه. عمر ما هلاقي بيئه النجاح بتاعتي غير لما احط نفسي في وسط الناس اللي انا عايز احط نفسي وسطها، واللي هم غالبا ان انا اقعد لوحدي. انا عملت كده شهر بالظبط، واقسم بالله كان احلى شهر عملته في حياتي، قبل ما اللاب اللي انا كنت بشتغل عليه باظ، وبرضه جت عليا امتحانات، فاضطريت ان انا اجيب لاب تاني اتدينت في ثمنه. فانا قاعد دلوقتي هنا عشان اوفر ثمن الايجار والاكل والشرب وكذا، وعم اسدد الديون اللي عليا واظبط دنيتي تاني. بس اقسم بالله اول ما تجيلي الفرصه مش هقعد لحظه، مش عشان ما بحبش البيت، بالعكس انا بعشق بيتي، بس انا عارف انا محتاج اعمل ايه عشان اتطور. حتى انا كاتب لك هنا بس عمرك ما هتقدر تعمل اي حاجه من دول، عارف ليه؟ عشان انت في البيئه الغلط دايما، وسايب نفسك ومشيها على الله. مفيش خطه، مفيش حاجه واضحه، مفيش هدف واضح عايز اوصل له. انا عايز ابقى ناجح، عايز اعمل حاجه حلوه، نفسي ما بقاش فاشل. طب انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه، انت تمنيت. ده كده مش سعي، ده اسمه طموح. ولا حتى طموح، ده اسمه امل. فاهم؟ انت مش، انت مؤمن بحاجه مش موجوده. انا عايز ابقى اكبر حد في مجال الجرافيك ديزاين مثلا، عايز ابقى اكبر دكتور، عايز اعمل اي حاجه نفسي اعملها، بس حاجه واضحه، حاجه انا عارف اولها لاخرها. لو انا هبقى دكتور لازم اخلص الجامعه ولازم اخد سنتين الامتياز، وعشان ما ابقاش دكتور عادي لازم اعمل المعادله سواء الامريكيه ولا البريطانيه وايا كان، بس لازم ابقى مميز. عرفت خطتي بس مش ممشيه على الله، مش هخش هندسه واقول ربنا يكرم يعني. واحنا بنعمل كده، ناس كتير قوي بتعمل كده، لا مش هينفع الشغل ده. عشان كده برضو كاتب لك اقل حاجه وكل حاجه في كل حاجه، ومفيش قيمه فعليه. انت بتعمل اقل حاجه في اي حاجه. يعني عايز تتعلم برمجه، خدت نبذه 20 دقيقه عن مقدمه عن البرمجه، يا سلام، يا حياتك بقت احسن بكتير كده. انت كده. وعلى فكره نفس الشخصيات بنت الوسخه دي بتخش على بوستات الفيس تقول لك انتوا مش فاهمين حاجه، والبتاع ده احسن من ده، وبايسون عمك ومش عارف. طب يا ابني انت مش فاهم حاجه اصلا. فاللي هو يعني اقل حاجه عشان تعرف تقول لنفسك اللي انت بقيت تعمل كده، انك تكون جبت مبلغ كويس يعيشك في الحاجه دي. وفعلا الفلوس هي النتيجه، وفعلا الفلوس هي اللي بتثبت انت سواء نجحت في الحاجه دي او لا. تمام. ومش يكون همك بس الفلوس، انت مش داخل الحاجه دي عشان تجيب فلوس، لا، انت داخل الحاجه دي عشان دي الحاجه اللي بتكيفك، اللي بتعمل لك دماغ. انا والله بكلمك بامانه. اصل بص، في مشهد من جيم اوف ثرونز كان بيتكلم على الجيش اللي هم كده بس عشان اليوتيوب، فالراجل بيقول لصاحبه جيش كامل من المخصيين، هم بجد عايشين عشان ايه؟ قال له عشان الذهب. قال له انت مفكر احنا بنصرف الذهب على ايه؟ احنا كلنا عايزين فلوس، وخصوصا لو انت في بلد من اللي هو عندنا كبت جنسي، محتاجين نتجوز، محتاجين نجيب فلوس عشان نعرف نعمل اللي احنا عايزينه، سواء بالحلال او اللي عايز يعمل حاجه تانية مش بالحلال. فهو انا بكلمك بكل صراحه، انا بكلمك مش هحمل اي لجام، وحتى الكلام بيطوه لتحت. أنا مش، هو مش استوديو هنا، فاهم ازاي؟ الكلام ده مش استوديو. ساب الدنيا تهوهو ورايا ايه، والدنيا عادي خالص. انا عايز اكلمك انك قاعد معايا، والظروف اللي بتحصل دي يعني ما لازم تستغرب من اليوتيوبر اللي مهتم جدا ان هو يفصل كل حاجه عنه، وان هو مش يبان ان هو قاعد في مكان مش اركع حاجه. بس ده الوضع اللي انا فيه دلوقتي ولازم اتعامل معاه. فدي حاجه هتوصل لك الاساس ده. انا مش عايز، مش لازم اشيل ده كله في المونتاج، ومش لازم احط لك الجرافيكس ب 3000 جنيه، مش لازم اقعد طول النهار اركز لك على النقط الصغيره اللي انت هتخليك تكمل الفيديو للاخر ان شاء الله عنك مكملته. انت لو فاهم حاجه من الكلام ده وحاسس بيه، اقسم بالله لا تكمله لو انت بتسمعه بس فويس. فاهم ازاي؟ فالكلام هو كده، اهم حاجه انت تغرف المغزى.
انا بفتكر الكلام وانا بتكلم فبعدي. من الاخر يا اسطى انت بجد مش محتاج اي حاجه، انت بس محتاج تعرف ايه اللي بيضرك وتبعد عنه. ومش هتعرف تعمل كده الا لو خدت اللي انت بتحبه وبتعرف تحط فيه وقتك من غير ما تتعب، وفي نفس الوقت بيديك مردود سواء مادي او معنوي، بس فيما بعد هيبقى مادي ومعنوي. فتاخدها بالتدريج تدريج تدريج، تروح لغايه ما توصل لطرف بسيط من الخيط تعرف تشده. بحب اوصل الموضوع ده كان انا اوصل للصفر الاول بعد كده ابدا اتكلم. تمام. فانا لو وصلت في الصفر في حوار ان انا ابقى فيديو اديتور، بالنسبه لي ده شغلي الاساسي دلوقتي، عشان كده بتلاقيني كتير بفصل على القناه وكده عشان بيجي لي شغل كتير ورا بعض. فانا لو هبدا قصه الفيديو اديتنج دي في الاول، انا هشوف ازاي الفيديوهات الحلوه بتتعمل، وازاي هعرف اعملها، وازاي هعرف اعمل كده الناس ما اعرفهاش وابعت لهم فيديوهاتهم عشان يعرف اشتغل معاهم. تمام. القصه اللي بقول لك عليها دي تقعد 6 شهور اما اعرف ازاي اعمل فيديو حلو، وازاي اعرف اساسيات الفيديو واوصل لنتيجه مرضيه ليا اولا، وبعد كده اشوف ايه اللي بيرضي الناس. ده بياخد 6 شهور على الاقل، من حيث انت كويس قد ايه في الانجليزي، من حيث ظروفك انت، من حيث الامكانيات الجهاز اللي معاك. في حاجات كتير مش كنت بعرف اعملها باللاب اللي قبل ده. فانا قلت لك 6 شهور بعافر وبصحى كل يوم على نفس الحاجه، ان انا بعمل فيديو، ان انا اقسم بالله ممكن ساعات اتفرج على توتوريال ساعه ونص او شرح يوتيوب ساعه ونص عشان اوصل لحته بسيطه قد كده اهو ما تكملش 30 ثانيه. فاهم ازاي؟ بس انا عارف ان انا هوصل لها، وعارف ان انا اعمل كده، وبستمتع بالفيديو الساعه ونص ده عشان انا على هوايه، والشغل ده اريح لي كتير. تتخيل ان انت قاعد في بيتك وبتجيب فلوس كويسه لحد ما بتعيشك وبتعمل منها اللي انت عايزه، وبتسافر وقت ما تسافر. رغم ان انا مديون ورغم ان انا كل حاجه، بس ساعات كده بروح حاطط لي مبلغ على جنب، بروح طالع مسافر سفريه اشوف صحابي، او اروح طالع افضي خنقه عن نفسي شويه، بحس بالحياه. عشان انا لو دنيتني قاعد في الجحر بتاعي اقسم بالله سلامتي النفسيه هتنهار، ولو انهارت هرجع لكل حاجه وحشه بعملها. انا بكلمك هادي عشان الساعه دلوقتي تقريبا 8 الصبح ولسه ما نمتش من امبارح. بس انا اصلا نومي مقلوب الفتره دي، برضه عشان الشغل، برضه عشان القصص والقنوات اللي انا شغال عليها كلها قطعت مره واحده. فالحوار بالنسبه لي، بس الحمد لله الحاجه اللي بركز عليها وبفضل الباقي الحمد لله بتنجح. يعني انا كنت فاصل الفتره اللي فاتت يا شباب عشان كان عندي امتحانات في الجامعه. انا عارفك مش مهتم، بس اعرفك مثال بس ان انت ازاي تفصل كل حاجه عشان تركز في حاجه واحده وتنجح فيها. عشان اركز في الامتحانات بتاعتي بس واجيب فيها النتيجه كويسه كان لازم افصل كل حاجه واركز على الحاجات الاساسيه بتاعت الامتحانات. وبرضه كان عندي في حاجات لازم تتسلم في ميعادها في الشغل المونتاج بتاعي، فكانش ينفع افصلها، فقطعت كل حاجه اقدر عليها الا الشغل ده. فكنت بعمل امتحاناتي بذاكر واشتغل الحاجات الاساسيه دي، والحمد لله جبت امتياز وخلصت الشغل. تمام. فانا نجحت في اللي انا كنت عايز انجح فيه، وفعلا خلصت امتحاناتي وجبت امتياز ولله الحمد. بس زي ما قلت لك كل حاجه تانية انهارت. انا مش ندمان على ده ومش زعلان على ده، عشان انا خدت قرار وعرفت ان انا هوصل للنتيجه دي. كل ده السيناريوهات دي مشيت في دماغي قبل كده وانا عارف ان انا هوصل للنتيجه دي، بس انا في الاخر ما فشلتش، انا عملت اللي انا عايزه. انت عارف لا تزعل امتى؟ لو عملت كده وفشلت فعلا. وفي الاخر برضو ممكن ما تزعلش لو انت حاسس ان انت عملت اللي عليك. تمام. بس في الغالب انت عمرك ما هتكون عملت اللي عليك لو ما وصلتش النتيجه اللي انت عايزها. الناس كسوله قوي. زمان الناس كانت بتعافر عشان تلاقي معلومه، انت دلوقتي بقيت في فيضان المعلومات وانت اللي المفروض تنقي، والوضع ده اصعب بكتير جدا جدا جدا. انت زمان الجوع كان بيخليك تاكل اللي تلاقيه، وانت لو انت ورزقك. فعشان كده زمان هتلاقي الناس مش عندهم امراض السمنه المفرطه اللي عند كل الناس دلوقتي، ضغط وسكر وقلب والحاجات دي. بس انت دلوقتي انت بتحاول ما تاكلش، بتحاول ما تدخلش حاجه في بقك، بس في نفس الوقت الحاجه دي ريحتها راشقه في مناخيرك، وبتلاقيها كل 3 ايام عامله كيكه وبتاع. فالحوار بيبقى صعب عليك، صعب عليك. ممكن تنمي ارادتك وممكن تعمل حاجات كده، بس قول ده لواحد سليم، مش واحد اصلا كان عايش حياته كلها مدمن على بورن وسجاير وحاجات ادمان ادمان ادمان. فالسكر ده بالنسبه له اللي هو لعب عيال، فاهم ازاي؟ فانت بتاخدها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وان شاء الله ربنا هيكرمك. بس انت دماغك مش فاصله، دماغك مش فاصله بجد. انت بتحاول وبتعافر وبجد انت بتعمل كل اللي عليك. فعشان نرجع لموضوع الفيديو ما طيرش من وقتك، لازم اقول لك انت ازاي تغير ده كله في خبطه واحده، انه خد لك ايجار في مكان بعيد وقول لابوك مش عايز منك فلوس تاني. لو انت مش عليك ديون، زي لو انت هتعرف تعمل الوضع ده في خلال شهر ونص ل6 شهور، الدنيا عادي براح عندك. لازم تاخد مكان في ايجار بعيد
ولازم تكون عندك خطه قبلها، ولازم تكون يعني لو انت مثلا هتقعد فتره مش هتجيب فلوس لازم تكون مدبر مبلغ من قبلها، تشوف دنيتك هتمشي ازاي. بس بجد لازم تعمل القصه دي، اقسم لك بالله ان دي اكتر حاجه هتحسن في شخصيتك، واكتر حاجه هتخليك تعرف تتعامل مع الناس، تعرف تقول ايه وامتى تقوله، وايه اللي تقوله وايه اللي ما تقولوش، تعرف بجد قيمه الفلوس، وتعرف بجد قيمه ان انت تطفي اللمبه وراك وتعمل الحاجات البسيطه دي اللي انت بجد هتخليك ذكر. هتنشف نشفان بجد عمرك ما انا احلى جسم عملته في حياتي عملته وانا قاعد لوحدي، احلى فلوس عملتها في حياتي عملتها وانا قاعد لوحدي، احلى كل حاجه عملتها، احلى دماغ عملتها في حياتي، مش دماغي يخرب بيت، اللي هو مايند سيت، عقليه عملتها في حياتي عملتها وانا قاعد لوحدي. تمام. فاقسم لك بالله ان انت تقعد لوحدك دي اكتر حاجه تقدر تفيدك. وخلينا ناخد الفرصه واعلن عن السيرفر بتاعي ان انتوا ممكن تخش على السيرفر وتشوف ناس شبهك عندهم نفس الاهداف دي، وممكن تاخدوا شقه سوا توفروا على بعض الايجار، وفي نفس الوقت انت كان عندك واحد تيبيكال بالظبط نفس القصه بتاعتك وعايز يعمل نفس اللي انت تعمله، فانتوا هتتعاونوا يا جدعان، تعاونوا ابن لذينه، هتعملوا حاجات فظيعه سوا. وسلام لو انتوا الاثنين مثلا مركزين على نقطه المونتاج او نقطه الجرافيك ديزاين او نقطه اي حاجه اونلاين، او عايزين تفتحوا بيج بتبيعوا حاجه معينه، انتوا بجد هتتكيف تكيف. انت بجد يا ريس هتكون كل يوم كانك عامل دماغ، دي الدماغ اللي انا قصدي عليها بقى. كل يوم هتصحى متكيف وقاعد مع حد انت بتحبه عشان نفسه في يعمل الحاجات اللي انت نفسك تعملها، وعارف تكلمه وعارف تفهمه وحاسس ان في حد بيفهمك اصلا. انا بتكلم في حاجه سابقه لاوانها بس بجد لازم تاخد الخطوه دي في دماغك، وانا عارف ان انا اكيد قدت شراره في عينيك كده وفي قلبك اللي انت تعمل الحاجه دي، ده هيحل لك اغلب مشاكلك، بس اهمهم الفلوس. الكلام جميل انا عارف، بس كل ده بلح من غير فلوس. باكد على الكلام اللي فات ده. وانا برضو كنت كاتب هنا انا عن نفسي ادجور زي ما قلت، ولو انت دي حاجه انت بتعرف تعملها او ده التارجت بتاعك اللي انت تبقى اديتور شاطر او اديتور كويس، انا عندي استعداد ان انا اكلم كل الناس اللي هتسالني عن الموضوع ده. بس يا ريت يا ريت لو انت حد بتبدا خالص مش عارف المجال ده كله ما تسالنيش انا، خش على اليوتيوب، خش ناس كتير ادخلك يا سيدي، هبعت لينك لكل جروبات كده ان انت ناس مخصصه للحاجات دي تعرف تسالهم براحتك خالص وتعمل ايه بالظبط، وانت عايز فيديوهات جديده تشتغل عليها كل ده بالنسبه لي انا كشغل كايديتور، فانا اوفر لك النقطه دي كل ده ببلاش ما تقلقش. اللي مش ببلاش ان هو توصل للقناه اللي هي بتصفي الناس اللي هم ممكن يقعدوا سوا، والناس اللي هم بنفس العقليه والمايند سيت دي، مش جنرال خالص، قناه برايفت، عشان كده هي بفلوس، لازم دي تكون محدوده لناس معينه عشان ما يجيلهمش وش وقرف من الناس اللي بره. وبجد انت لو حسبتها انا خسرنا اكتر مما انا كسبان. انا الوقت اللي انا قاعده ده لو مسكت بروجكت تاني فيه زياده اقسم بالله كان زماني دخلت ضعف المبلغ اللي هدخله في الشهر. فاللي هو انا بوفر ده ليك عشان عارف ان انت في مرحله ما هتبقى شبعي، وانا هحتاج الدماغ اللي في مصر اللي بتعمل نفس القصه اللي انا عايز اعملها، اللي عندها نفس الكتاب اللي انا هكتبه في دماغها وفي حياتها وكل حاجه نفس القصه بتاعتي. انا محتاجك تكون صاحبي، محتاجك تكون جنبي. انا ما صدقت بعد شغل 3 سنين في مجال الايديتنج ان انا قابلت ناس 2 بالظبط بالعدد، كل اللي عرفتهم قبل كده ما لهمش لازمه، كلهم فسا، مفيش حد خالص نفس التفكير ونفس الدماغ او على الاقل نفس الاهتمامات. احنا عندنا شخصياتنا المختلفه وعندنا عيوبنا احنا الكل، الاصل واحد، ان دي ناس بتشتغل، ان دي ناس مش عطلانه. تمام. يعني انا عندي حد صاحبي انا عرفته حرفيا من اليوتيوب، متابع عندي، بس هو ما شاء الله عنده قناه فيها 350,000 ومشغل 5 اديتور تحت ايده، ومشغل 5 بيعملوا معاه الفيديوهات. فده بالنسبه لي حاجه حلوه، ده يوتيوبر كويس وشغله كويس، وفعلا قعدت طلعت معاه مره ومرتين، كلام جميل. دي العيشه اللي انا كنت عايز اعيشها، ان انا اطلع مع الناس اللي شبه دي. انا بس مجرد منصه ان انا بجمع الناس اللي شبه بعضها دي وخليهم يتقابلوا، انا مش عايز اكتر من كده. فلو انتوا هتخلوني اخوكم الكبير وان انتوا تخلوني انا اعرف اعمل لكم اوفر لكم فرصه زي دي، ده بالنسبه لي بالدنيا، تطير الفلوس تطير كل حاجه، ادام كلنا هنطلع كسبانين في الاخر. ناس خيري، اشوفك على خير.